السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم فكرة عبقرية، وهنقول من النهاردة وداعا لغلاء الأسعار. هعمل معاكم الشعرية لسان عصفور، هقلبها معاكم لرز بسمتي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، والطعم والريحة والفلفلة هيبقى زي الرز البسمتي بالظبط وأحسن كمان. هتعشقي الوصفة ديت وهتنسي الرز البسمتي ده خالص. تعالوا بينا نخش على الفيديو ونشوف عملنا الرز البسمتي او الشعرية لسان العصفور اللي قلبناه رز بسمتي ده ازاي. بس قبل ما نخش على الفيديو نسمي ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. انا جبت هنا حله وحطيت فيها معلقه سمنه، ده كانت سمنه بلدي، حابه تحط اي نوع سمنه براحتك. هحط عليها حوالي معلقتين زيت كبار. وهبدا كده لما يسخنوا هبدا اجيب هنا الشعريه لسان العصفور. هجيب هنا كيسين او كيلو شعريه لسان عصفور حسب الاسره بتاعتك، حسب ما انت هتعملي الكميه قد ايه. انا معايا هنا كيسين، وكل ما الشعريه كانت صغيره ونوعيتها حلوه كل ما هيطلع معاكم الشعريه مفلفله وطعمها حلو. طبعا اي شعريه لسان عصفور عندك ممكن تعمليها. هبدا هنا افضي كيسين الشعريه لسان عصفور عليهم كده. انا مش عارفه في الدول العربيه دي بيسموه ايه بالظبط، بس احنا عندنا هنا في مصر نسميها شعريه لسان العصفور. تمام. بدأت هنا اقلب المادة الدهنية في الشعرية كده لما تدي اللون الذهبي الفاتح معانا، وعلى نار التحمير يكون على نار متوسطة زي ما انتم شايفين كده. شايفين اللون معايا جميل جدا واصفر وذهبي وجميل، ما تغمقش عن كده. هبدأ اجيب هنا الخضار بتاعنا. الخضار ده انا مخرطاه قبل ما تبدأي في تحمير الشعرية، تكون انت مخرطة الخضار. معايا فلفل الوان احمر واصفر وجزرايه مبشوره، ومعايا هنا بصله متوسطه مخرطاها صغير او مقطعاه صغير، ومعايا فص ثوم مهروس. يبقى الخضار ممكن لو ما عندكيش الفلفل الالوان ممكن تحطي فلفل اخضر. ما توقفيش نفسك على حاجه، الموجود عندك استعمليه واعمليه. هبدا هنا اشوح الخضار بتاعنا في الشعريه. يبقى انا حطيت ايه على الشعريه؟ فلفل الوان احمر واصفر وبصلايه وجزرايه مبشوره وفص ثوم مهروس. تمام. هبدا اشوح كده حوالي دقيقة لما الشعرية والخضار كده يتجانس مع بعضه كده وياخد دقيقة كده ويدبل معانا الخضار. هبدأ اجيب هنا البهارات بتاعتي. لو عندك بهارات كبسة ممكن تحط. شايفين اللون تحفة 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 ما شاء الله. هبدأ اجيب هنا البهارات بتاعتي. لو بقول لو عندك بهارات كبسة حطي معلقة كبيرة، ما عندكيش حطوا من البهارات اللي انا هحطها دي، طبعا موجودة في كل بيت برضك، وعند العطار متوفرة البهارات دي كلها. معايا هنا ورق لورو، معايا هنا معلقة كبيرة من الكركم، ودي كلها بقى معالق صغيرة. معايا جنزبيل، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل اسمر. ومعايا هنا ربع معلقة صغيرة جوز الطيبة، ونص معلقة بهارات لحمة. ومعايا هنا مكعب مرقة. دي اختياري، لو حابة مكعب المرقة براحتك، مش حباه خلاص برضك براحتك. هو مكعب المرقة بيدي تيست حلو برضك. حطيت هنا التوابل كلها او البهارات بتاعتنا على على الشعرية بتاعتنا كده. وبدأت هنا اديها تشويحة، يعني فاهمين لما البهارات بتاعتنا ريحتها تطلع كده مع الشعرية. هقلب حلو حلو جدا كده. الريحة كانت طالعة بسم الله ما شاء الله. خلاص انا اديته التشويح حلو وخلاص كده بقى مية مية. هبدأ اجيب هنا شوربة. الشوربة تكون سخنة. لو ما عندكش شوربة ممكن مية مغلية، ما توقفيش برضك نفسك على حاجة. انا كان عندي شوربة سخنتها حلو وبدأت هنا احط عليها. ما عندكش شوربة ما توقفيش نفسك على حاجة وحط مية مغلية. بس اهم حاجة الحاجة اللي انت بتحطها تكون مغلية، يا شوربة يا مية. تمام. حطيت معلقة ملح عشان اظبط الحدق بتاعه. وهبدأ هنا اظبط العقد بتاعه ما تكتريش في الشوربة او المية. يعني عقلة صغيرة كده فوق الشعرية عشان ما تعجنش منك. يعني ما تكتريش المية عليه او الشوربة. تمام. طبعا النار متوسطة، وهدي النار لما يبدأ يغلي كده. اهدي النار، هو ما بيجيبش على النار خالص. شايفين ما هوش لازق في القعرية ازاي؟ بسم الله ما شاء الله ومفرفر وجميل جدا. هسيبه برضك حوالي دقيقتين كده يستوى ويبقى حلو. شايفين اللون والفرفرة بتاعته بسم الله ما شاء الله. هسيبه حوالي دقيقتين كده واطفي عليه كده ويبقى تمام واستوى. شايفين شكله والريحه طالعه جميله جدا. هبدا اغطي عليه واسيبه دقيقتين. هوريكم حاجه هنا. انا كنت عامله هنا كبده. ولادي طلبوا الكبده فكان عندي كبده عملتها. فوريكم انا هعمل فيها حركه حلوه جدا جدا بتديكي طعمها كانها كبده مشويه.
جبت فحمايه وعملتها يعني ولعتها كده، وبدات هنا ان انا اعمل فحمايه على الكبده ديت واغطاها حلو جدا. طبعا انا عملت معاكم الكبده كتير فمرضتش اصور طريقه الكبده يعني. تمام. بس الطريقه دي حلوه جدا جدا، موضوع الفحم ان انت تعملي فيها فحميه كده في الاخر بتبقى حلوه جدا جدا، وبتدي طعم وريحه للكبده بتاعتك كانها كبده مشويه. تمام. ممكن تعملي جنب الشعريه ديت، ممكن تعملي جنبها لحمه، فراخ، ممكن ما فيش حاجه خالص، تقلي شويه بطاطس. بسم الله ما شاء الله، هي الشعريه لسان العصفور دي مأكله نفسها بسم الله ما شاء الله، وطعمها تحفه تحفه. شايفين هي بعد ما استوت مفرفره معانا جميله ازاي، ولونها خطير خطير بجد بجد. الريحه والطعم يعني جميل جدا. ولا تقول ان دي شعريه لسان العصفور، تقولي ده رز بسمتي. طبعا هبدأ انضف حوالين الطبق كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله الطريقة حلوة جدا. وزي ما انتم شايفين معايا الوصفة بتاعت النهاردة وصفة اقتصادية 100%. وهنقول من هنا وداعا لارتفاع الاسعار او لغلاء الاسعار. يا ريت لو وصلت معايا للفيديو لهنا ما تنسيش تعملي لي لايك. ولو انت اول مرة تتابعيني او تشاهديني ما تنسيش تشتركي لي في القناة وتفعلي لي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد فضلا وليس امرا. غرفت جنبها شويه الكبده. طبعا لو ما عندكش كبده خلاص قلت بطاطس، عندك لحمه، اي حاجه. هو مأكله نفسها بسم الله ما شاء الله. شايفين الرز مفلفل وجميل جدا، والطعم بسم الله ما شاء الله. ولاده اعجبوا جدا 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 بالوصفه الجميله ديت. شايفين ادى اللون والشكل والطعم بسم الله ما شاء الله. انا كنت عامله وصفه مثيله بالوصفه ديت، بس كنت عاملاها بالكبده فيها كده بسم الله ما شاء الله. كانت الوصفه حلوه جدا جدا. كل اللي جربها وكل اللي عملها بيعملها على طول يعني، مش كل في الوصفه دي. الوصفه هسيبها لكم في صندوق الوصف، المثلث اللي تحت الفيديو كده. الوصفه دي جميله جدا جدا، اسمعوها على القناه وان شاء الله هتعجبكم. برضك الوصفه مماثله للوصفه ديت، طريقه حلوه جدا جدا. هحطها لكم في صندوق الوصف واقول لكم ايه في حفظ الله. والسلام عليكم ورحمه الله.